يلا. أهلا ومرحبا بكم في قناة عقنو. هذه القناة لقد مضى عنها وقت طويل ولم نرفع عليها فيديوهات، ولقد غيرنا اسمها إلى المين 34 دي زد. أهلا ومرحبا بكم. لقد اليوم قمت برفع تحديث البوبجي على الجيم لوب. حملته من أحد الفيديوهات التي وضعها أحد اليوتيوبرز. لا أدري هل الكل لديهم نفس المشكل أم أنا فقط، ولكن أحد أعضاء فريقي أصبح لديه نفس المشكل. المشكل الماوس لا تختفي. المشكل الثاني الكيبورد لا يمكننا المشي لا الأمام ولا الخلف. المشكل الثالث ليس لدي الحل لحل المشاكل. لقد قمت بجميع الإجراءات التي يمكن أن أستطيع أن أغير المشكلة، أن أحل المشكلة، ولكن لم تصدق معي، ولا أظن أنها ستصدق مع أحد أعضاء فريقي. إلا أنه قال لي بعد أن تكلم معي، قال ربما عندما يكون دائما التحديث البوبجي في الجيم لوب في المحاكي دائما لديهم المشاكل. أغلبيتهم الماوس، أقليتهم الكيبورد، أو العكس، الماوس لا تختفي، الكيبورد لا يعمل. ربما لا يمكنك مشكل آخر، يمكن أحد يظهر مشكل لا يمكنه ركوب السيارة أو فتح الأبواب بحرف F وأي. لا أدري. أنا المشاكل التي ظهرت معي هي الماوس لا تختفي والكيبورد لا يتحرك. لقد قمت بإصلاح الجودة، مسح الذاكرة لم يصلح، إعادة تحديث الأزرار لم ينجح، حذفت اللعبة وأعدت تسطيبها لم ينجح، كلها لم تنجح. الشيء الذي أنتظر ربما سينجح، سأنتظر رفع التحديث من الجيم لوب أساسا. يعني رفع التحديث من جيم لوب أساسا. هنا بعد مرور بعض الأيام على البوبجي ستظهر هنا أيقونة التحديث، عندما تضغط عليه يقوم بالتنزيل مباشرة. أما الآن واحد من أحد اللاعبين الذين لديهم هذه المشكلة، لا أنصحكم تحميل تحديث الجديد الآن. سأريكم سترون التحديث موافق، ضبط الحساسية أو أي شيء من القبيل. بعد بسم الله سنرى. ربما المشكل حل، ربما لأنه صار لي المشكل منذ الصبيحة. لا يمكنني لا التعامل مع اللاعب، لا يمكنني تحريك اللاعب كما تشاهدون. نفس المشكل. الكيبورد لا يعمل، حتى أني لا يمكنني الانحناء لا يمين ولا يسار، يعمل فقط القفز. الماوس لا يختفي، حتى وإن أردنا أن نعيد إعادة الضبط كما تشاهدون لا نخفي هذه ونعيدها. الحل لا يمكن تحريك اللاعب. هذه المشكلة الأولى، إخفاء الماوس لا تختفي، اللاعب لا يتحرك، هذا المشكل الثاني. أما المشكل الثالث لا حدث ولا حرج، أنا جد آسف، لا أعرف ماذا سأفعل معه. سننتظر ربما اللعبة الشركة ستعيد النظر في مجموعة الناس الذين يلعبون بالمحاكي. دعنا نرى هل يمكننا ركوب السيارة برقم F أم لا. يعني كل واحد ماذا غيرها. الدراجة سنأخذ التوك توك. اركب يا ولدي اركب.
لقد ركب التوك توك. لا ليس التوك توك. اركبوا التوك توك يا ولدي. التوك توك ركب. الأف يعني ما ركب في بعض الأحيان، لأننا نقود لا يقود. مشكل قيادة السيارة ما دام لا يتحرك لا بالكيبورد ولا أي حاجة. يعني كما يقولون لقد غيرت لغتي العربية الفصحى إلى اللغة العربية المصرية. اللاعب يركب ينزل، يركب ينزل بالأف، ولكن لا يمكنني السياقة مع كل احتراماتي. لا يمكن. هذا ظهر المشكل الآخر، ولا هو سياقة السيارة، وهي المشكل الرابع. مرحى يا مدلل. دعنا نرى اللوت. لوت. سنرى هل يلوت. لا يلوت. في بعض الأحيان بالآف يلوت، والآن هنا لا يلوت. المشكل الخامس. يعني مشاكل كثيرة. إن وصلنا هكذا قلنا في الفيديو أنه سنتكلم قليلا ونفهم كثيرا، ولكن أكثرت الكلام والفهم قليل لأني لم أجد الحل. أنا أجد آسف أصدقائي. نعتذر عن رداءة التعبير وركاكة اللغة والصوت المزعج. نشكركم جزيل الشكر. أنا أرحب بكم في قناتي. أشكر من انضم إلى العائلة الصغيرة، وأشكر من شاهد الفيديوهات، وأشكر من وضع ولو القليل من اللايكات على الفيديوهات. أشكركم جزيل الشكر، لأني في بعض الأحيان أختفي عن الأنظار ولا أرفع فيديوهات لحسن الحظ. يقوم فقط بالتلويت يعني وحتى القنص لا يمكنك القنص أو طلق إطلاق النار. لا شيء. سمعت طلقا. يعني التحديث كما تلاحظون، التحديث 100% للهاتف، يعني ليس معني لنا ولا شيء. كما أشاهد أنا لست شيئا آخر. لا أجد الكلمات للتعبير. أين أخفيت جميع الطلق، لأن عندما ندخل إلى هنا مفاتيح التحكم التخصص هنا، عندما أضغط هنا أجدها. أهلا ومرحبا. نشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة في فيديوهات أخرى على مشاكل الببجي، ولا حل لها عندي. لا أعرف الحل. لا أكذب عليكم. ليش كما يقولون بالمصرية، ليش بكذب عليكم، أو يقولون بالجزائرية وعلاه نكذب عليكم. أتهلاو في روحتكم خوتي. للقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.